عندما حدد أن الجغرافيا هي الإطار الأساسي لتفاعل شعوب المنطقة، واختتم هذا الأمر بأن هذا التحول بدأ من سوريا ثم أصبح سوراقيا، وقال في كتابه الأخير نشوء الأمم السابق: وربما يصبح العالم أمة واحدة. أشخاص خفية ويصممون على تنفيذه ضد شخص أو مؤسسة أو أمن دولة، وهي تخطيط وتنفيذ لأغراض ليست شرعية وفي سرية تامة. طبعا تزامن ظهور المؤامرات، يعني كتاريخ للمؤامرة إذا هيك بشكل مختصر نعرضها، تزامن ظهور المؤامرات مع ظهور السلطة أو السلطة. المقصود بالسلطة الإدارة التي تتمحور حولها النهب والاستغلال. هذا هو يعني مقصدنا، تعريفنا للسلطة هذا هو الإدارة التي تتمحور حولها النهب والاستغلال. وبالتالي فالمؤامرة إحدى أهم الأساليب للوصول إلى هذه الغاية ألا وهي السلطة. فمدبرو المؤامرات يعتبرون ذلك فناً سلطوياً مرتباً بحذاقة، أي أن المؤامرة بمنزلة الروح في فن السلطة، وهي أهم وسيلة فيه طبعاً. وباعتبار أن منطقتنا هي النبع الأم لظاهرة السلطة، فتاريخها عبارة عن الصراع الدائم بين السلطة ومناهضي السلطة، ابتداء من آدم إلى سيدنا إبراهيم. المهام مطلوب منا بعد ربع قرن من هذه الرؤية أن نقول بماذا أصاب وبماذا أخطأ. سأحاول بكل تواضع أن أتطرق لهذا الموضوع بورقتي. للمجتمعات البشرية بوصفها إحدى تجليات الوجود قوانينها وسننها التي حكمت مسيرتها التقدمية المتصاعدة باضطراد من الهمجية إلى الأنسنة، ومن التخلف إلى العلوم والمعرفة، ومن الغرائز إلى العقل والحكمة، ومن العوز والعبودية إلى مضارب العدالة والحرية. لم يكن البشر في تلك المسيرة الكفاحية مجرد أدوات لتنفيذ تلك السنن، بل كانوا وإياها يعيشون عملية تأثير متبادل، فهم باكتشافهم إياها وعملهم بموجبها يقومون بإعادة إنتاج أنفسهم من جديد. كان النصف الثاني من القرن العشرين الذي شهدت نهايته عدة انتكاسات لقوى التحرر والديمقراطية. من هذه الانتكاسات مؤامرة التسليم الكبرى لأوجلان. كان النصف الثاني يمثل الموجة الهابطة، موجة مرحلة الانتكاسات لقوى الثورة، بمقدار ما هي مرحلة انتصار للقوى المعيقة لمسيرة تحرر الشعوب. وقد تم الانتقال من عالم القطبين إلى عالم الهيمنة المنفردة الأمريكية للعالم، عالم القطب الواحد. كان عام 1984 ممثلا للجولة الأولى لانتصار قوى الهيمنة التي يسميها القائد أوجلان بقوى الحداثة الرأسمالية. كونداليزا رايس بضرورة تجاوز عقد فيتنام بإقرار قانون إرسال الجنود إلى الخارج لحماية المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء، لتبدأ عملية إزالة العوائق عن طريق تنقل الرأسمال العالمي إلى مجمل أصقاع الأرض. هذه العملية التي يسميها أوجلان عملية تمشيط لكل قوى الإعاقة لمشروع العولمة الأمريكية. يقول أوجلان: فالرأسمالية نظام وجود معروف من عهد السومريين، ويقصد بوصف الرأسمالية مجتمعا نظاما طبقيا. لوحة فسيفسائية مجموعة من كل المكونات، وأنا باسمي كمكون شركسي بتشكركم على هاي اللفتة الكريمة. طبعا اعتقال القائد عبد الله أوجلان
كان بداية مرحلة جديدة للعالم اعتقل من خلال مؤامرة دولية كانت من أكبر الاتفاقيات ما بين القوى العالمية بحق شخص يحمل هذا الفكر الذي أيضا نحن كمكون شركسي تبنيناه من قبل دولة تركيا للأكراد وللشعب الكردي الحق في بناء كردستان الكبرى في الأربع الدول التي يوجد فيها الآن كردستان في سوريا والعراق وتركيا وإيران. أبدأ كلامي طبعا قبل ما أبدأ كلامي التعريف بنفسي الرفيق فاضل أحمد حزب الاتحاد الديمقراطي بيدة ناحية الشدادي. طبعا أبدأ كلامي من قول الرفيقة في بداية المحور الأول حول المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان. قالت الرفيقة المؤامرة التي أحيكت على القائد عبد الله أوجلان، القائد أوجلان هي عالمية. طبعا أنا وجهة نظري محورنا يتمحور حول جملة ذكرها القائد أوجلان، ألا وهي إذا امتلكنا هذه خلف الكاميرات، إذا امتلكنا قوة العالم كلها لن نحارب أحد. طبعا ولن نستسلم، وإذا اجتمعت كل قوى العالم لن نستسلم. طبعا القائد أوجلان ذكر هذه الجملة لأنه يعي تماما هذه الكلمة وقوتها التي تعبر عن حقبة كبيرة من الزمن بهذه الكلمة. كيف لرجل إذا امتلك قوة العالم كلها لا يهاجم أحد، لأنه يبحث عن السلم والسلام. لكمية القرن الماضي هناك فكرتان رئيسيتان يجب أن تقالا اليوم، لأنه لم نسمع من أحد عن هاتين المقولتين. يقول أي دولة في العالم، أي دولة في الشرق الأوسط حينما تقوم على أساس قومتي شوفيني ستنتهي، وأي دولة في الشرق الأوسط تقوم على أساس ديني ستنتهي وشعوبها سترفضها، لأن التحزب الديني والتطرف الشوفيني القومي هما لعنتان على الوطن والمواطن.